أهلا بيكم في قناتنا، وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل، ياريت تبعتوها لنا تحت في صندوق التعليقات أو على صفحتنا على فيسبوك، وبإذن الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. السلام عليكم. أنا متجوز ومفيش أطفال، وحاليا جالي سفر برا مصر. عاوز أسافر وأشوف حياتي وأبدأ من جديد. وبصراحة عاوز أطلق مراتي. أنا هديها كل حقوقها يعني، بس زي ما قلت مفيش بينا اطفال، بس انا عايز الطلاق يجي منها هي، علشان انا عاوز اخد حاجتي وهي تاخد حاجتها. فحاولت اكرهها فيا بتصرفاتي بس مفيش فايده. اعمل ايه؟ وخلي بالكوا يعني هي مش ملاك، وحياتي معاها ضغط نفسي على طول. هي حاسه ان انا مش عايزه اكمل معاها، وساعات بتتخانق معايا وبتقعد تقول لي انت عايزني ولا لا. اهلي بصراحه ما بيحبوهاش ومشجعيني جدا على قراري، وانا كده كده مش خسران حاجه لو ما طلقتهاش، لاني هسافر، بس مش عايزه اظلمها واسيبها متعلقه بيا على الفاضي. يا ريت تقولوا لي على خطوات امشي عليها علشان انهي الموضوع من ناحيتها، ويا ريت اللي عنده نصيحه ما يبخلش عليا. لصاحب المشكله، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يعني. فامساكوا بمعروف او تسريح باحسان، وانت لا عملت كده ولا عملت كده. انا اسفه، بس انت لازم تسترجل انت واهلك، يعني لمده 10 دقايق بس، وطلقها واديها حقوقها زي اي راجل محترم. وربنا يعوضها خير، وباذن الله يعني ربنا يعوضك ويديك على قد نيتك.